السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وكل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا خلاص بقى العيد قرب علينا. فالنهارده هعمل معاكم كده الغريبة الدايبة، الغريبة الناعمة. ازاي تكون مستوية من جوه ما تكونش معجنة. هنعملها بطريقة سهلة، مقادير مظبوطة جدا. يعني كل حاجة ان شاء الله هقولها لكم في الفيديو. اهم حاجة لو اول مرة تشوفوني، انا اسماء سعيد ودي قناتي. اتمنى انكم تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. وطبعا تقولوا رأيكم بقى في الفيديو لو عجبكم. بصوا شايفين قد ايه الغريبة دايبة جدا، قد ايه مش مشققة يعني. وكمان بقى انتوا هتجربوها وهتقولوا رأيكم انها قد ايه حلوة جدا ومظبوطة ومقاديرها مظبوطة بالملي. معايا هنا بصوا دي كوباية ونص من السمنة، معايا 3 كوبايات من الدقيق، ومعايا كوباية الا ربع من السكر البودر. بصوا السمنة هنا انا سبتها بقى في التلاجة شوية فجمدت، فطبعا لما هاجي اضربها يعني هتبتدي ان هي تاخد وقت. فانا هسيبها حوالي دقيقتين كده بره، المفروض انها يعني ما تبقاش ماسكه قوي كده. فجيت اضربها لقيتها يعني المضرب بيعمل فيها بالطريقه دي. فسبتها حوالي سبتها حوالي 5 دقايق، وبعدين رجعت لها تاني كانت بدأت ان هي فكت. هبتدي اني اضرب بقى السكر مع السمنه كده. طبعا الغريبه بتتعمل بسمنه، مش بتتعمل بزبده خالص. فلازم افضل اضرب بقى في السكر مع السمنه لحد ما لونه يبقى ابيض زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا كل شويه ببتدي انزل بالسباتشولا كده الجوانب. وبفضل اضرب لحد ما يتكون معايا قوام كريمي كده زي الكريم شانتيه زي ما حضراتكم شايفين. بعدين ببتدي انزل بقى الدقيق. طبعا الغريبة بنعملها 4-2-1. 4 يعني لو عملنا 4 كوبايات مثلا من الدقيق، عليهم كوبايتين من السمنة، عليهم كوباية من السكر البودر. طبعا السكر لازم يكون منخول كويس جدا، وطبعا يفضل ان احنا نستخدمه في البيت، يعني ان احنا نعمل السكر ونطحنه في البيت، علشان السكر اللي بره بيكون عليه اضافات تانية، يعني ما بيبقاش طعمه حلو زي السكر اللي بنطحنه. هبتدي انزل الدقيق شويه بشويه وابتدي اني اعجنها. انا طبعا مش بعجن، انا بلم العجينه وبعمل بصوابعي زي ما حضراتكم شايفين هنا في الفيديو. طبعا بنكون مسرعين، فاحنا بنقلب بالراحه لحد ما كل العجينه دي ما يكونش الدقيق باين فيها خالص. فاول ما بتبتدي ان هي كلها تتلم كده، بغطيها كده بورقة، مثلا بستريتش راب او كيس بلاستيك، واحطها في التلاجة. انا سبتها حوالي ساعة. هو احنا المفروض نسيبها حوالي ربع ساعة، بس انا بقى كان خلاص ده وقت الفطار، فسبتها على ما فطرنا وبعدين رجعت كملتها. انا مركوش بقى ازاي اتاكد ان هي يعني كده جاهزة معايا والعجينة مظبوطة. بص اول حاجه هبتدي اني اخد كده حته من العجين. طبعا انا بعجن بايدي علشان العجينه تتدفى كده ويدخل فيها شويه من السخونه. هبتدي اني احطها كده بالايدين لحد ما تاخد سخونه من ايدي، وابتدي اضغط كده في النص زي ما انتوا شايفين. ما حصلش اي تشققات للعجينه خالص، كده العجينه بتاعتي مظبوطه. طبعا الغريبة نعملها بقى على قد المقاس اللي احنا حابينه. انا حبيت ان انا اجيب المعلقة دي عشان اعمل كل المقاس قد بعض، يعني كلها مقاس واحد. فهبتدي اني امسك العجينة وابتدي اني احطها في ايدي كده لحد ما تاخد من سخونة ايدي، وبعدين اكورها بقى واحطها في الصينية. بعد ما بخلص الكمية كلها بدخلها التلاجة لمدة 10 دقايق. يعني كل صينية مثلا بعملها بدخلها التلاجة 10 دقايق، وبعدين اعمل الباقي. ده شكل طبعا اللي انا عملته. اجيب بقى مثلا فستق، اجيب سوداني، زبيب، فيلولي، اجيب اي حاجة وابتدي اني احطها. ممكن كمان محطش اي حاجة فيها واعملها سادة خالص، يعني من غير اي مكسرات. وبعدين ادخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. انا خدت معايا حوالي 10 دقايق بالظبط، بظبطها على 10 دقايق وبطفي عليها. بيكون ده شكلها النهائي زي ما انتوا شايفين، مش مشققة خالص، مظبوطة جدا. كمان ما فرشتش، يعني عجينة مظبوطة بالملي. اهم حاجة بصوا يعني انا متهيألي الكوباية كمان احسن بكتير من انك تعملي بالجرام. فانك يعني تعملي الدقيق
ضعف السمنة، والسمنة ضعف السكر البودر. بصوا كمان هنا ده شكلها ما بفتحها مش معجنة خالص من جوه ودايبة جدا جدا. هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. طبعا الغريبة مش بنحركها خالص من الصينية، يعني انا بطلعها من الفرن بحس ان هي لسه معجنة كده ولسه ما استوتش. ده عادي خالص، مجرد بس 10 دقايق او 9 دقايق بالكتير وبتكوني طفيتي عليها وبتكون استوت معانا. اول ما بتبرد بنشيلها من الصينية. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد.